السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره صحتكم؟ ياك لاباس؟ ايوا سمحوا لي بزاف طولت عليكم الغيبه. بزاف ديال الاخوات كانوا بغاو التتمه ديال الطرز المسلول، ولكن ان شاء الله كنوعدكم انني غادي نحط لكم الفيديو. غير كان عندي شي ظروف داكشي باش اليوم ان شاء الله غادي نحاول نبدا لكم يعني بشي موديلات هكا تاخذوا فكره تقدروا تستافدوا حتى هما منهم. انايا عندي جلابه دو بياس البنات صافي. هذا القفطان ديال الجوهره خدمناه نصدق الموديل ديال الياجوره، وفي وسط منها كوزه مسوسه. صافي البنات نصدق والكميمات نفس العدد تقريبا خدمنا شي 14 غرزه. وهذه جلابه مليفه. شوفوا البنات اللون ديالها الصومو صافي. غير التصوير ما عطيهاش حقها. وعندي جلابه كيف كتشوفوا تدريس استعملناها التدريس ديال الهرم فوق منه السنينات. كما كنقول لكم دائما الخدمه عندي على جوج شعرات. الملاقيه الثلاثيه اللي استعملنا لا في القفطان ولا في الجلابه صافي. شوفوا معايا هنا الهبطه كلها نفس الموديل كما قلت لكم. الموديل ديال الياجوره في وسط منها كوزه مسوسه. في الكميمات ها انتم شوفوا معايا خدمه الصراحه طلعت انيقه هاد الجلابه هذه بصحه مولاتها. فهي شنو نقول لكم خدمه رقيقه على جوج شعرات كما قلت لكم هبطه كامله. ممكن البنات ترزوها، راه هذيك الكوزه المسوسه ممكن ترزوها تجي انيقه اكثر. حاولت انني نصورهم لكم بجوج. هانتوما الجلابه كما قلت لكم ديال مليفه، والقفطان نصدق حتى هو البنات لقيناه بالثلاثيه صافي على اللي على شكل ياجوره. صافي البنات الصراحه كنتمنى كتاخذوا فكره، يعني شحال واحد كيبغي هكا يدير شي جلابه ما كيعرفش من الموديل يدير. غادي ننتقل لكم لهاد الجلابه هذه حتى هي دو بياس البنات. هنايا عندي القفطان تحتاني الثوب ديالو حرير. اختارت انني نخدمه غير خفيف، يعني غير 10 الغريزات في الطوق وتحت منه جوج غريزات. والتدريس اللي استعملناه هو تدريس المغلف او البريوه كل واحد شنو، وملاقيه عاديه يعني ديال واحد. الدوره ديال الكل تقريبا درت فيه 8 الغرزات، وزوقت هذاك النصدق بالطرز الرباطي على شكل مثلثات. ننتقل لكم ان شاء الله للجلابه الفوقانيه. نفس الثوب تقريبا غير هو شويه فيه واحد الخطيطات. حتى هو حرير. خدمناها البنات نصدق القب بالشوشه. والتدريس اللي استعملناه هو المغلف نفس التدريس. شوفوا الكميمات درنا رنده حصيره لا في الكميمات ولا في النصدق. وحاولنا اننا نطرزوه بهاد الطريزه هذه مختلفه وجات زويونه. ها انتم تحت النصدق هبطنا غير بجوج غريزات البنات. استعملنا في الطرز البريد، واستعملنا الفويطات، واستعملنا الطرز الرباطي زعما الغرزه العاديه اللي هي السامبل. هنا كنوريكم البنات الكميمات شوفوا معايا. راندا سامبل ودرنا التدريز ديال المغلف كما قلت لكم. الصراحه طلعت الجلابه انيقه دو بياس، يعني صالحه للحطره. ممكن يعني على حسب الطلب ديال اي واحد ممكن نزيدوا عليها شويه تنبات وهذا. غطلع حتى هي راكم عارفين التنبات كيزيد زعما واحد المنظر زوين. هنايا عندي جلابه البنات كريب. اللون ديالها زيتي مغلق. خدمناها بالراندا سبوله هبطه كامله. والتدريس اللي استعملنا هو المغلف او البريوه، لا في القب ولا في الكميمات ولا في الفتيحات. كنظن يمكن هاد الجلابه فتيحات والله ما بقيت عاقله. المهم والهبيطه ديال الجلابه خدمناها بالراندا سبوله بالراندا الموديل ديال الفقاصه، وطرزناها بالبريد على شكل سبوله. والطرز اللي استعملنا هو الطرز الرباطي بالصم الحور البنات والفيطات وهاد التنبات بالعقيقه ديال الماتسونو. الصراحه البنات شتي هاد الرشمه والله العظيم اللي شافها تيحمق عليها. هذه غزاله هاد الرشمه هذه، زعما كنتمنى تجربوها وتشوفوا والله الا كتطلع انيقه. يعني فيها التنبات وفيها الصم الحور. صراحه طلعت انيقه غير التصوير ما كيعطيش الحق للبياسه. يعني حتى اللون ما كيبانلاش 100%. هذا هو اللي كاين البنات. كنتمنى تاخذوا هكذا فكره. وغادي ننتقل لكم ان شاء الله لجلابه واحده اخرى. شوفوا معايا الجلابه اللون ديالها خضر ملكي والثوب كريب. خدمناها نصدق خدمناها بالراندا. راندا حصيره تقريبا. نقول لكم شي البنات اللي تيبغيو يعرفوا شحال العرض ديال الراندا تقريبا فيها شي 34 غرزه. وطرزناها بالطرز الرباطي من الفوق ديال ديك الحصيره ديال الراندا على هذا الشكل هذا. شوفوا معايا البنات تشوفوا الخدمه ديال الراندا اللي كنخدم دائما على جوج شعرات. والتدريس اللي استعملنا لا في القب ولا في الكميمات تدريس ديال هذا القرنفله. الصراحه كيطلع انيق
وخفيف وزويون. هنايا كنوريكم الشوشه. نصدق كما قلت لكم الجلابه طلعت انيقه صراحه. بصح تمولاتها. يمكن هادشي اللي كنت باغا نقول لكم. وافتتاحات يمكن في الجنب كنضل والله ما بقيت عاقله. ان شاء الله غادي ننتقل لكم. شوفوا معايا التضريز ديال القرنفله. هنايا غادي ننتقل لكم الجلابه. حتى هي كريب، اللون ديالها الموطارد البنات. حاولنا اننا نخدموها غير بهذا بالطريسنات والضفيره. حتى هي طلعت صراحه زويونه. غادي نوريكم الطرز اللي فيها. خدمنا هكايا البنات بالطرز الرباطي. شوفوا معايا على شكل مربعات، ودخلنا واحد اللوينات. دخلنا مثلا واحد زرق، زرق موف، ودخلنا واحد هذا البرونز، ودخلنا واحد لوين مفتوح بحال اللي تقولوا باج. هنايا شوفوا الكميمات مخدومين بالرندا بهذا بالسبوله. وهذا ودوك هذا الطريسنات في الملاقيه وهذا والشوشه. الصراحه طلعت هذه زويونه حتى هي. المنظر ديالها خفيفه وزويونه، يعني عاد دوك اللوينات بحال تقولوا جاو مع هذا اللون ديال الموطارد. كنتمنى ان شاء الله كذا تاخذوا فكره. هنايا غادي ننتقل لكم واحد الجلابه واحده اخرى. الصراحه راه ماشي لونها هو هذا، اللون ديالها بحال تقولوا واحد الخضر باين اكثر. خدمنا هاد الجلابه بالراندا حتى هي هبيطه على شكل غورميطه. شويه غورميطه وشويه سامبل، وطرزناها بالبرشمان. والطرز الرباطي في الدفويات، يعني في الربوعه بجوج وفي الكميمات. وخلاص التدريس ديال الهرم وتا هو مطروز من الداخل بالديكرادي اللي دخلت في الطرزه صافي، لان الجلابه خدمتها بلونها وبالديكرادي ديالها. هكذا كنتمنى ان شاء الله تاخذوا فكره. واخا التصوير صراحه ما عطيهاش حقها. وغنتقل لكم لهاد الجلابه هذه تقريبا نفس الجلابه اللي نفس الزواقه اللي عندي في ديك الزيتيه اللي قبل. خدمنا هاد الثوب هذا قرونه، وبحال تقولوا دم الغزال، ماشي قرونه، دم الغزال. وطرزناها بهاد الرشيمه هذه صراحه طلعت هي زويونه وراندا سامبل. غادي ننتقل لكم البنات لهاد الجلابه هذه. الثوب ديالها مليفه. وقفنا كلها بالبرشمان باليد. خدمناها بالطرز اللي على هذا الشكل هذا اللي هو الدقه ديال الذهب. ودخلنا فيها مجموعه ديال اللوينات، منهم داك الليموني والمغلق والديكرادي ديالو يعني المفتوح، والخزي المغلوق والخزي يعني كيكون مفتوح. ولونها يعني صراحه طلعت زوينه. الطرزه هذه درناها لا في الكميمات كيف كتشوفوا معايا، وفي الربوعه بجوج. كنتمنى كتاخذوا فكره. والا كنتو باغيين تطبيق ان شاء الله ديال هاد الدقه ديال الذهب ممكن نديرها لكم، لان مجموعه ديال الاخوات كيلقاو فيها مشكل. كنتمنى هكذا تاخذوا فكره وتعجبكم زعما هذاك اللوينات اللي دخلنا وهذا، وحتى الطرزه والفكره. يعني شحال من واحد يبغي دابا زعما يخيط شي جلابه ما كيكونش عارف. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير.